نجمه وقائده المتجدد دائما. واذا كنا قلنا عن ناصر الاحمد انه مخضرم، فمحمد الشلوب كمان مخضرم. انت مخضرم ولا لا؟ الله يعطيك العافيه. الاستاذ ناصر اول مخضرمين ما شاء الله عليه. اي بس انت ما شاء الله جيل سامي واللي بعدهم واللي قبلهم كوش على كل شيء. لا مو بجيل سامي، لعبت مع جيل سامي كذا تسمع. ايه طيب تخاف علم الناس انك كبير؟ لا والله مو مساله كبر، عادي ما دام انك قادر على العطاء ما يهم العمر. طيب كابتن، يعني حقيقه ما ظهرتوا في الشوط الاول ابدا، حتى التفوق الهلالي، التاهل الى دور الاربعه. اللي يشوف الهلال يشعر بانه لم يكن حاضرا من الناحيه الفنيه، ليش؟ انا بقول لك الحقيقه مو في الشوط الاول، المباراه كلها ما كانت مباريات الهلال والاتحاد بكل امانه. يعني اذا يسمحون لي الاتحاد كانوا بس ينتظرون اي غلطه وجتهم بدايه الشوط الثاني. بالعكس حتى في الشوط الاول جالسين نكلم العيال ان نلعب بدون ما نيأس، يعني نلعب ورا الين يطلع الاتحاد ونلاقي ثغره ونلعب عليها. لكن الحمد لله حققنا المطلوب. الهلال بهذا الفريق بهذا الاداء من الممكن ان يواصل يتخطى في دور الاربعه، يتخطى الى المباراه النهائيه، يحقق كاس الابطال لاول مره محمد بصراحه. والله ان شاء الله صدقني الهلال مهما كان يبقى الهلال. صدقني بعد كل مباراه حتى لو ما كان فيه مستوى نتكلم مع بعض، لازم يا عيال نجيب المستوى والنتيجه. لكن الحمد لله اليوم الاتحاد فريق كبير، باغتنا في الهدف في اول الدقائق في الشوط الثاني. الحمد لله ربي وفقنا وسجلنا هدف. وانت محمد الشلهوب تبقى محمد الشلهوب ذهب دائما. شكرا لك، يعطيك العافيه. حسني عبد